السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة هنعمل حاجة سهلة كده، للعشاء، يعني ممكن تنفع الفطار او للغدا او للعشاء. في العشاء بتبقى عشان بتعمل بسرعة كده. هنعمل بيتزا في الطاسة. بيتزا في الطاسة، هنعمل بيتزا في الطاسة. تخيلوا بقى، بيتزا بتعمل في الطاسة على البوتاجاز، ما بتاخدش 5 دقايق بالظبط. والمكونات اللي موجودة عندك حطيها. ما عندكش لحوم وفراخ، ما فيش مشكلة خالص. زي ما انا هعملها كده. هتشوفي كده الفيديو للاخر وتشوفي التكات بتاعت البيتزا بتاعتنا، وان شاء الله تطلع حلوة بإذن الله. عندنا نص كوباية دقيق، نص كوباية مية، وشفشق الخلاط طبعا. حطيت المية. نبتدي بقى احط على المية قبل الدقيق، نحط معلقتين زيت اهو. معلقتين زيت كده بالظبط. معلقتين زيت، يعني بتوع الاكل كده، مش كتير يعني. نبتدي بقى نحط التوابل. هنحط بصل بودر نص معلقة صغيرة، نص معلقة توم بودر، نص معلقة صغيرة برضو. عندنا زعتر، هنحط نص معلقة صغيرة برضو. دي طريقة العجينة بتاعتها. نحط نص معلقة صغيرة ملح. نحاول ما نكترش الملح، عشان لو حطيت جبنة رومي ما تحدقش معانا. هنبتدي نحط بقى نص كوباية الدقيق بتاعتنا، كله 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 مع بعض في الخلاط. ولا هتضربي ولا تعجني بايدك ولا اي حاجة. حاجة كده ما شاء الله من الاخر كده. ضربتها ضربة كده في الخلاط، وبعد كده جبت خميرة فورية. وهحط معلقة صغيرة ممسوحة. معلقة صغيرة بتاعت الشاي دي تكون ممسوحة، لان كمية الدقيق عندنا مش كتير. ابتدي بس الم كده الدقيق اللي في الجناب كده، عشان ما تبقاش فيها تكتلات ولا حاجة. وابتدي اضربها تاني على الخلاط. احطها تاني عشان الدقيق اللي كان في الجناب نزلته طبعا اهو. ابتدي بقى اضربها تاني لحد ما كله يمتزج كده مع بعض. خلاص كده اتعملت كده وبقت عجينة سايلة. احنا عايزينها عجينة سايلة. ابتدي بقى اغطي بقى الشفشة، واخلي العجينة زي ما هي في الخلاط زي ما هو. ابتدي بقى اشوف الحاجات اللي عندي في التلاجة. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. لقيت فلفلاية، شوية زيتون اسود، حتة جبنة رومي، كانت باقية كده من الفطار. مسكتها زي ما انت شايف كده، قطعتها حتت صغيرة قوي. قطعها حتت صغيرة كده بايدك. ما عنديش مثلا جبنة موتزاريلا، مش مشكلة، عندك حطي. عندك ميكس جبن على بعض وحطي، مفيش مشكلة اللي موجود عندك. انا اللي موجود عندي بصراحة اهو، زي ما انتوا شايفين. انا حطيت اللي موجود عندي. قطعت حتة الجبنة اهو، احطها على جنب. والفلفلاية صغيرة قطعتها برضو مكعبات. وزيتون كده قطعته مكعبات صغيرة، بتاع مثلا 4 5 زيتونات كده، بس الزيتون اللي هو الكبير ده. هبتدي بقى اعمل الصلصة اللي بتحط على وش البيتزا. خدت معلقة صلصة كده كبيرة، احط لها نقطتين زيت كده، او معلقة زيت. وابتدي احط لها التوابل بتاعتها. بسم الله. بصل بودر وتوم بودر برضو، حبة كده في حرف المعلقة. وذرة فلفل صغننة قوي في حرف المعلقة، زي ما انتم شايفين كده، حاجة لا تذكر يعني. وحط لها برضو سنة ملح كده صغيرة، ما نكترش الملح زي ما قلتلك، عشان ما تحدقش مننا، لان انا حطيت جبنة رومي. هحط جبنة رومي عليها، فمش لازم اكتر ملح. كان ممكن ما احطش الملح خالص على الصلصة دي. شوية زعتر بقى، معلقة كده محترمة، معلقة صغيرة يعني. معلقة صغيرة كده على كفة ايدي. وابتدي افركها كده بايدي. ما تحطوش صحيح. اللي بتحط على وش البيتزا ما تحطش صحيح. بيتفرك كده، بيتعمل بسرعة يعني، كأنك طحناه على خفيف كده. حطيت الزعتر على الصلصة، وابتدي اقلبه. لو عندك كاتشب حطي معلقة كاتشب برضه، هتدي طعم جميل برضه. ما عنديش كاتشب. انا بقول لكم في كل حاجة بمنتهى الصراحة. سمي بالله كده، ونجيب الطاسة بتاعتنا. طاسة طبعا متكونش بتبقى بتلزق.
دي شرط طبعا بتاعنا عشان احنا هنسويها على البوتاجاز، ودي عجينة سايلة مش عايزانا تلزق مننا. ابتدي احط ايه العجينة. بصي العجينة السمك بتاعها عامل ازاي، عجينة سايلة بتنزل على طول من الخلاط ازاي. ابتدي بقى انزل كل الكمية كلها اللي في الشفشق اهو. متخليش بقى اي حاجة، ملهاش لازمة ان احنا نخلي ان الكمية مش كتير. عايزة تعمل دي عملت بيتزا واحدة، الكمية اللي حطيتها دي عايزة تضعف الكمية تعملي اتنين نفس الحجم، حطي كوباية دقيق. عايز تعملي تلاتة حطي كوباية ونص. اللي انت الكمية اللي انت عايزاها اعمليها. دي بيتزاية واحدة بس على قد الطاسة اللي ايه اللي قدامك دي. حطيت العجينة بتاعتنا وابتدي ارش بقى الايه الصلصة. ان العجينة سايلة فمش هقدر ادهنها، فبحط كده نقط كده على مسافات كده الصلصة بتاعتنا اهو. وهوزعها برضو بظهر المعلقة كده على خفيف، عشان ايه العجينة بتاعتنا الصلصة دي ما تخشش جوه العجينة. انا عايزاها على الوش بس، زي ما بتعملي اي بيتزا عجينة عادية اللي هي العجينة الجامدة دي اللي احنا بنعملها البيتزات بتدهنيها عادي خالص، لكن دي عجينة سايلة. حاولت برضو ادهنها على قد قدر المستطاع يعني. وابتدي بقى ارش عليها الايه المكونات اللي عندنا. عندي فلفل، حطي فلفل اخضر، فلفل الوان اللي موجود عندك زي ما قلتلك حطيه. دي بقى متاح ليك ان انت تحطي اي حاجه. حطي حشوات الموجوده عندك حته بسطرمه حطيها مع حته الجبنه. عندك حته فرخه صغنطوطه كده في التلاجة قطعيها وخد النسير بتاعتها وحطيها. حته لحمه قطعيها حطيها. اي حاجه هتمشي وهتبقى جميله جدا جدا جدا، بجد هتبقى تحفه. اه ادي حته الجبنه اللي انا قطعتها حتت صغيره، رشيتها على الوش اهو. يا سلام لو في حته شويه بقى موتزاريلا كمان كانت هتبقى ايه احلى واحلى. زي ما قلت لك كده ايه البساطه مفيش احسن منها. الحاجه اللي موجوده عندك حطيها. اخد بقى الطاسه بتاعتنا زي ما انت شايفه بالجمال الحلاوه دي اهي، شايفه من غير ما تستوي ولا حاجه. بص منظرها تحفه بجد. اخدها بقى وعلى البوتاجاز عدل على نار هاديه. انا ولعت البوتاجاز بس انا هوطي العين خالص. شفت ما بنوطي العين على الرز وهو بيتشرب هنعمل كده عشان ما تتلسعش من تحت، ان هي خفيفة فهي مش عايزة. ابتدي اغطيها عشان كمان الجبنة اللي على الوش معنا البخار تسيح معانا. بص نزلت من الطاسة في منتهى السهولة ازاي، ما شاء الله الله اكبر. بص الحلاوة بص الجمال ما شاء الله. ابتدي بقى نقطعها. يلا بقى وريني حلاوة جمال ايديكوا كده وانتوا بتشتروا كلي في القناة وتشجعوني عشان نعمل الحاجات البسيطة والجميلة السريعة اللي بنعملها دي. على قد قدر المستطاع يعني على قد صحتنا احنا ايه بنعمل الحاجات السريعة والبسيطة. البيتزا دي مخدتش مننا 5 دقايق كده وخلاص وخلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي منظرها تحفة تحفة تحفة. استوت من تحت وبقت جميلة جدا، والجبنة ساحت من على الوش اهي. يلا بقى عايزين احلى لايك من ايدكم جميلة. وعايزة بس ايه اللي تشوف الفيديو لو مش من مصر تكتب لي هي من انهي بلد في الكومنتات. وبألف هنا الشفا على قلبكم. بصي طعمها تحفة. ما انا ما قدرتش بسرد قوامها بصراحة، طلعت حتة منها وقاعدة باكل فيها على طول مش قادرة. يقول لكم تصبحوا على ألف ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.